fala nisso o tempo inteiro. مبروك شباب. اشوف فين شنطه حق جروب تستاهل ابو فهد الفوز حبيبي. مبروك يا حبيبي. والله أول شيء الحمد لله فوز مستحق لله الحمد. أتوقع مباراة اليوم يعني توج مجهودنا في المباريات السابقة. أتمنى أن نستمر في الصدارة وبإذن الله نكون متصدرين إن شاء الله في نهاية الدور الأول بإذن الله. والله الحمد لله يعني زي ما قلت إنه اللي نزلوا وسووا إضافة هذا دليل إنه الفريق الحمد لله متكامل، يعني سواء البديل زي اللي داخل الملعب واللي داخل الملعب زي البديل، فالحمد لله هذا توفيق من رب العالمين. وإن شاء الله أهم شيء نستمر بإذن الله في الفوز إن شاء الله يجيب فوز بإذن الله. أنا وياسر يعني في تناغم وتفاهم من قبل يعني مو من دحين، فالحمد لله أن اليوم بعد فترة طويلة ما لعبنا مع بعض، لما لعبنا الحمد لله أثمرنا يعني داخل الملعب لله الحمد. الله يعطيك الف. الله يعافيك حبيبي. الحمد لله رب العالمين اولا واخيرا. مبروك الجماهير الهلاليه اللي حضرت واللي ما حضروا واللي معنا دائما قلبا وقالبا وان شاء الله نتمنى ان احنا دائما ان شاء الله نقدم اللي يرضيهم سواء كان مستوى ونتيجه. ولله الحمد احنا استمرارنا يعني في الصداره مستحق ورائع بالنسبه لنا. الأهداف كيف ما جاءت يعني في النهاية فرحة بالنسبة لنا، والأهم اللي هو تحقيق الانتصار. إن حصلت أهداف حلوة فهذه أنا أعتقد أنها عادة من عادات لعيبة الهلال يعني. لا أنا أشوف أن المستوى هو أنا عكس أنه مستوى تصاعدي، هو مستوى ثابت نظرا لاختلاف المباريات، يعني اختلاف منافسينك في المباراه. يعني الاهلي يختلف عن الشباب يختلف عن الوحده، وكل فريق احنا لعبنا قدامه بنفس طريقه اللعب ولكن بتكتيك مختلف يعني وبطرق تكتيكيه مختلفه. يعني نقاط الضعف والقوه تختلف بين الفرق يعني، والميزه انه نجومنا يعني قدروا انهم يطبقون كلام المدرب، وكان عندنا انضباط تكتيكي سواء كان الكرة معنا او الكرة علينا، وهذا اللي فرق معنا والحمد لله رب العالمين. هذه مهمة بالنسبة لنا وهي زيها زي اللي مضى يعني، والدوري او منافسات الموسم هذا احنا كل مباراة ندخلها كمباراة نهائية ولها حساباتها الخاصة يعني، وان شاء الله نحن نستمر ان شاء الله في الاداء المميز ان شاء الله في حصد النقاط ان شاء الله والنتائج الايجابية عشان نفرح جمهورنا اللي يستاهل. أنا شهادتي مجروحة صراحة في جماهيرنا، وأنا أعتقد أنه الجماهير الهلالية هذه عاداتها ودعمها ووقوفها مع الفريق في حالة خسارة الفريق، فما بالك يعني في حالة الفوز والانتصار والمستويات الجميلة. أتمنى إن شاء الله أنه إحنا دائما نكون عند حسن ظنهم ونوعدهم إحنا كلاعبين، وأيضا أعتقد أنه إدارة الأمير نواف بن سعد نفس الشيء، راح الكل يجتهد إن شاء الله علشان يقدم لهم الفرحة إن شاء الله.